مساء الخير حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم كده صينيه فراخ في الفرن، بس هنديها كده غلوه على البوتاجاز من فوق. بصوا يا حبايب قلبي، انا عندي فرخه اهو مقطعه 4/4، وعندي فلفل اخضر وتوم وبصل وطماطم. هقطع الحاجات دي عليها، بس الاول قبل ما كده هطعمها الاول. طبعا فاكرين التتبيله اللي انا عملتها معاكم قبل كده، كنا شايلينها في الفريزر، اللي هي قلنا هنحشي بيها الفراخ، اللي هي ديت، اللي هي كانت بصل وجزر وفلفل وطماطم وتوم وبهارات مشكله وحبهان ورق لوري. هحشي بيها الفراخ بتاعتي كده، وبعد كده هقطع على الوش التقطيعه اللي انا هقول لكم عليها دي. انا عندي صينيه اهوت مقطعه فيها بطاطسيتين كده، هحطهم تحت الفراخ، وعندي الفراخ بتاعتي غسلاها كويس قوي. هاخد من الخلطه بتاعتي دي كده بسم الله، واتبل الفراخ من تحت الجلد كده. خلاص، دي خلطه فيها الملح والفلفل والبهارات وفيها كل حاجه. لو تفتكروا اللي عايز طريقه تتبيله الفراخ ديت يكتب لي في الكومنتات، وانا انزل له اللينك بتاع الفيديو بتاعها. خلاص، وهحطها كده اهو. هحشي الفراخ من تحت الجلد عشان تبقى مملحه عندي وواخده طعم كده حلو اهو. مش هكتر يعني، انا برضو بحط تتبيله قليله، لان كده كده هنطعم فوق برضو بالبصل والطماطم بتاعتنا. خلاص، دي من تتبيلات رمضان يا جماعه، اللي احنا كنا عاملينها وشايلينها في الفريزر مع بعض. اللي ما شافش الفيديو او اللي عايز الفيديو يقول لي، وانا انزل له الفيديو في التعليقات، اكتب لكم اللينك بتاعه. خلاص اهو، ريحتها رهيبه كده. خلاص، حطيت عندي، وعندي الكام كبده والقنصه دول برضو حطيتهم معاهم كده اهو. خلاص، وهجيب بقى طبق عندي كده، هركن دي كده بقى، اجيب بقى ايه وانشيل دي. اجيب بقى الايه الفلفل بتاعي كده، هقطعه كله ايه طرنشات كده. بصوا يا حبايب قلبي كده، قطعت اهوت الطماطم والبصل والفلفل وفصين الثوم. هنزل عليهم بقى كده بشويه ملح حلوين، خلاص، وشويه فلفل اسود، ونقطه من القرفه الناعمه كده تديها طعم حلو قوي، ونقطه جنزبيل، رشه ورشه كده. خلاص، وعندي بقى المكون اللي بيخليها رائعه رائعه، العسل النحل. معلقه كده عسل اهو. خلاص، وامسك بقى الخلطه دي كده وادعكها ايه كويس جدا عشان تتشرب كده من الملح والفلفل. وهنعصر كمان عليها ليمونه. عصره الليمونه دي بتديها طعم حلو قوي، الليمون مع العسل كده بيديها طعم حلو قوي، عامله زي فراخ تكه كده، بقى فيها مزازه كده مع تسكيره مع طعم البصل والفلفل، يبقى طعمها حلو جدا. خلاص، دي تنفع بقى في عزومات رمضان، نعملها كده، نعمل جنبيها شويه رز ابيض، شويه مكرونه. اسيب بقى المعلقه كده وافرك كده بايديا جامد اهو. ادعك البصل كله كده. البصل الحلقات ده كده ايه بيبقى طعمه تحفه اساسا، بيتاكل يعني، هما بيسيبوا الفراخ وياكلوا البصل ده. كده اهو. بقى هنزل بقى بالتتبيله دي كده على وش الفراخ بتاعتي اهو. نرفع برضو كده الفراخ ونحط ايه تحتيها برضو كده، يبقى من تحت ومن فوق كده، عشان البطاطس برضو هي كده كده هتنزل التتبيله، هتنزل اول ما تغلي، هتنزل كله ايه في بعضه. خلاص اهي. هي بقى هتنزل البصل والطماطم والفراخ، هينزلوا الميه بتاعتهم وهتستوي بيها. بعد ما تستوي هنحطها على طول بقى، ندخلها في الفرن تحت الشوايه تتشوي. طعمها رهيب بجد، جربوها هتعجبكم جدا.
خلاص هحطها دلوقتي عليها، مش هحط لها بقى ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، هي كده كده ايه عشان تبقى خفيفه وتبقى جميله. خلاص هحطها على النار، وبعد ما تستوي هوريكم برضو شكلها. بصوا يا حبايب قلبي، دي صينيه الفراخ اهي، هي كده استوت معايا نزلت ميتها واتشربت ميتها اهي، فيها شويه صغيرين. هدخلها بقى الفرن تحت الشوايه عشان تتحمر. بصوا يا حبايب قلبي كده صينيه الفراخ بتاعتي تكون خلصت، طلعتها من الفرن اهي، حطيتها تحت الشوايه. بصوا عايزه اوريكم بس البطاطس شكلها من تحت عامل ازاي. بصوا دايب زبده، بصوا اهي. طلع لكم واحده بصوا مهريه ازاي، والصوص الجميل اللي تحت دوت. بصوا شايفين الجمال، والفراخ بتاعتي دايبه ومستويه، وريحتها مش قادره اقول لكم، ريحتها تحفه. يلا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، وما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم. يلا انتظروني في فيديو جديد ان شاء الله. اسيبكم دمتم في رعايه الله وامن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.